تصدرت قصة توجه الفنان اللبناني وائل كفوري لدخول القفص الذهبي من شابة مغربية من خارج الوسط الفني، وتدعى ماجدة أليموس، حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، وقد تناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع. وأشارت القصة المتداولة إلى أن وائل كفوري سيرتبط بماجدة أليموس مدنيا في قبرص يوم الخميس المقبل، في وقت التزم فيه الفنان والشابة المغربية الصمت تجاه ما انتشر عنهما. وبعد ساعات من تداولها، نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر وصفتها بالخاصة بأن الحديث الذي يدور عن توجه وائل كفوري وماجدة للارتباط لا أساس له من الصحة. كما ذكرت المصادر ذاتها أن الشابة اللبنانية شانا عبود ما تزال تحتل حيزا كبيرا في حياة وائل كفوري. وشانا عبود هي الشابة التي قيل أنها دخلت بعلاقة حب مع وائل كفوري في شهر يونيو 2021، وحينها نشر الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون صورة تجمع الفنان مع شانا عبود، علق عليها: يا قمر ضوي الفلك، وكأنه يلمح إلى وجود امرأة جديدة بحياة وائل كفوري، ليتضح فيما بعد أن الثنائي تجمعه علاقة حب.